أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن طريقة وزن وخلط السوبر ميكس الماليزي، وهنبدأ بأول حاجة وهي النسب. نسب المية للبودر بتكون 1:2. يعني إيه؟ يعني كل كوباية مية هنضيف عليها 2 كوباية بودر، وده مهم جدا عشان الخليط يطلع معانا مظبوط. وزي ما شفتم كده بدأنا بوزن المية، بعد كده هنبدأ بوزن البودر. هنبدأ بقى نحط البودر بالتدريج، ودي خطوة أساسية عشان الخليط ما يبقاش معايا فيه أي كلكعة. وزي ما انتم شايفين كده ببدأ أوزع البودر على سطح المية، وزي ما بنشوف كده يبدأ المية بتبدأ تشرب البودر. لو حسينا ان البودر مفيش المية ما بتشربش البودر، نبدأ نقلب واحدة واحدة. بعد كده نبدأ التدريب، ندرب المية والبودر لغاية ما نلاقيه كريمي وناعم معانا. بعد كده هنبدأ نضيف الألوان، والنهاردة هختار لون برتقاني، وهنضرب عليه لمسات بس قدام شوية كده من الأخضر والأصفر. هنبدأ نقلب كويس جدا لحد ما نشوف اللون اللي احنا عايزينه. لو حبينا نزود بنبدأ نزود اللون تدريجي. دلوقتي بقى هنبدأ بعملية الصب. هنصب الخليط في القالب ونهز القالب شوية شوية عشان نخرج أي بابلز اللي فيه، وكمان ممكن نرش رشة كحول خفيفة عشان نضمن سطح ناعم. كده نكون خلصنا. دي ان هي ان شاء الله هتشوفوها معانا في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.